مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النيل الأزرق في كل مكان، أجمل تحية لكم من المملكة العربية السعودية. كاميرا قناة النيل الأزرق اليوم تشهد احتفالية الرابطة الرياضية لأبناء الجالية السودانية، وهم يحتفلون بمخرجات الحوار الوطني تحت شعار الرياضة دعما للحوار الوطني. أهلا بكم. نحن سعداء من منطلق أننا لأول مرة نشارك نحن كأبناء السودان بالخارج في هذه الوثيقة بمخرجات نساهم فيها بما نتوقعه أو ما نتمناه لمستقبل السودان. نحن الآن اليوم أكثر سعادة لأن كل ما قدمناه في الوثيقة تضمنته الوثيقة القومية، وهذا هو مصدر فرحتنا ومشاركتنا. لم نكن في الماضي نشارك في أي عمل في الداخل، لكن اليوم الحمد لله قد شاركنا، ولذلك كان لابد أن نحتفل وأن تقوم هذه الاحتفالية ونشكر فيها كل الأخوان الذين ساهموا في ذلك. واليوم نحتفل بمخرجات الحوار الوطني في هذه الاحتفالية الكبيرة بحضور جميع القنوات الفضائية، وأخونا أبو عبيدة عباس ممثل لقناة النيل الأزرق دائما هو حضوره معنا في كل الفعاليات الرياضية التي تخص الرابطة الرياضية والاجتماعية منها. فنهني كل أفراد الشعب السوداني بهذا الإنجاز الكبير، ونتمنى بإذن الله في مقبل الأيام أن يكون هذا الحوار فاتحة خير على جميع أبناء الوطن وخاصة الرياضيين منها. نحن كسودانيين أولا وكرياضيين ثانيا سعدنا جدا وسعدنا كثيرا بأن يخرج هذا الحوار بهذا المنطق الذي خرج به، وبشرنا سعادة الرئيس خاصة في لقائه اليوم الذي كان عصرا بمخرجات هذا الحوار، وأن من يريد الحوار يأتي إلى السودان ويبصم فقط. هذا دليل على قوة هذا الحوار، وهذا دليل على أن الأمة السودانية تبشر بخير. هذه المناسبة تجي تحت شعار الرابطة الرياضية بالرياض، تحت شعار الرياضة للجميع، ومن أجل دعم الحوار وإسناد الحوار الوطني والمجتمعي، وهي رسالة قوية جدا يتضافر حولها كل أهل السودان بالرياض دعما وإسنادا لهذا الحوار الوطني والمجتمعي. المشاهدون الكرام، ما زلنا نتواصل معكم من داخل احتفالية الرابطة الرياضية لأبناء الجالية السودانية، وهم يحتفلون بمخرجات الحوار الوطني تحت شعار الرياضة دعما لمخرجات الحوار. ويسرني في هذه المساحة أن أستضيف الأستاذ يوسف الخضر رئيس المجلس الاستشاري للرابطة. مرحبا بك أستاذ يوسف في شاشة قناة النيل الأزرق، وحدثنا عن هذه الاحتفالية. مرحبا بك أستاذ أبو عبيدة، ومرحب بقناة النيل الأزرق وبجمهور النيل الأزرق، هذه القناة المشاهدة.
حقيقة الرابطة الرياضية للسودانيين أو للجالية السودانية بالرياض تشكل مكون ثقافي واجتماعي وحراكة واسع جدا، وتضم كما تعلم عدد كبير جدا من أبناء الجالية السودانية. مدينة الرياض، مدينة الرياض المدينة التي نطلق عليها مدينة المليون سوداني، مدينة الخير والعطاء. وحقيقة هذه الرابطة تضم في عضويتها كل أطياف المجتمع السوداني، أطيافه القبلية والجهوية والسياسية، لكنها اتفقت جميعا على الحوار الوطني كمشروع عملاق وفكرة تستحق الاحتفاء وتستحق أن تحرسها هذه الجماهير وترسل رسالتها اليوم لكل المشاركين في هذا الحوار أن يعضوا بالنواجذ على هذه المخرجات. المشاهدون الكرام في كل مكان، هكذا تابعنا معا من المملكة العربية السعودية احتفالية الرابطة الرياضية لأبناء الجالية السودانية وهم يحتفلون بمخرجات الحوار الوطني. إلى أن نلتقيكم تقبلوا خالص تحيانا أبو عبيدة عباس، وائل بابدول، عبد المنعم المهل، لقناة النيل الأزرق، العاصمة السعودية الرياض.